بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا عطل جديد وهنتعلم حاجة جديدة من الفيديو بتاعنا ده النهاردة. الغسالة اللي قدام حضراتكم دي غسالة فوق اوتوماتيك وايت بوينت. مشكلتها إن هي بتلف في اتجاه واحد، أو الموتور بيلف معانا في اتجاه واحد زي ما حضراتكم شايفين كده. فاحنا علشان نحدد أو نقدر نحدد المشكلة في الكارت ولا في الموتور، طبعا هنفك السوكيتات او نفك الكارتة بتاعتنا خالص ونجرب مباشر بدون كارتة. زي ما حضراتكم شايفين كده بنفك كل السوكيتات اللي متركبة في الكارتة ما عدا سوكت الليفل وسوكت سويتش الباب. وهنبتدي نحدد اطراف التوصيل. احنا عندنا في الغسالة دي يا جماعة اطراف التوصيل اللي هو الطرف الاخضر اللي قدام حضراتكم ده والطرف البني، دول مدخل ال220. زي ما حضراتكم شايفين الطرفين اللي جنب بعض الاخضر والبني دول طرفين ال220. ولكن احنا بنجيب كابل خارجي زي ما حضراتكم شايفين كده، بنوصل طرف على الطرف الاخضر والطرف التاني بنجرب بيه على كل السوكيتات. اطراف الموتور عندنا في الغسالة دي الطرف الازرق والطرف الاصفر. زي ما حضراتكم شايفين كده الغسالة بتلف في الاتجاه الشمال. هنجرب معانا برضو الاتجاه اليمين، لو الموتور بيلف معانا يمين وشمال كويس مباشر، يبقى اذا المشكلة عندنا في الكارتة. بدون اي تعب ولا مشقة قدرنا نحدد المشكلة عندنا في الموتور ولا في الكارتة. ولو الموتور لف معانا في اتجاه واحد اذا المشكلة في الموتور. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ارجو ان هو يكون يعني خفيف على قلوبكم وان يكون نال اعجابكم. وما تنسوناش طبعا لو استفدتم من الفيديو يا ريت تدعمونا وتتفاعلوا مع القناة علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.